تأثيره وصل للفضاء. مش بس كده، ده كان سبب مباشر ان الانسان يطأ القمر لأول مرة. العالم ده اسمه اتكتب في اهم مشروع علمي في القرن العشرين، ومع ذلك ناس كتير في وطنه العربي ما يعرفوش عنه حاجة. النهاردة مش هقول لك اسمه، النهاردة هسيبك تحاول تحذر وتعرف انت اسمه. لحد اخر الفيديو ركز على كل معلومة، لان كل تفصيلة هتقربك من الاجابة. قبل ما نخش على موضوعنا ومعلوماتنا نبتدي ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنبتدي دلوقتي مع القنوات اللي دخلت على التعليق في الفيديو، سواء القنوات الأجنبية أو القنوات اللي أول مرة تشرفني على قناتي. يلا بينا نشوف مين هم. ودلوقتي جه ميعادنا مع حل شخصية الفيديو اللي فات، وهو كانت العالم الراحل سعيد السيد بدير، ابن المخرج والفنان الممثل السيد بدير. تعالوا نشوف حضراتكم كتبتوا ايه في التعليقات، وبعدين نشوف اسماء اللي علقوا وقالوا الاجابات الصحيحة. يلا بينا يلا بينا. قناة سهام من قلب الجزائر، يوتيوبر سهام برنسيسة الجزائر، قالت ربنا يشفيك، ربنا يعزك من نزلة البرد، وانا اسف عشان انا طولت عليكم في الفيديوهات، ما نزلتش بسبب والله البرد لحد دلوقتي لسه معايا. ويشفي تيتا زيزي، ربنا يعزك يوتيوبر سام الطيبه الوفيه. وقالت اطيب خلق الله، ربنا يعزك. الاجابه الدكتور سعيد السيد بدير، الله يرحمه. قناه لبنى عبد العزيز، يوتيوبر لبنى عبد العزيز، قالت هو سعيد السيد بدير تخصص في مجال الاتصال بالاقمار الصناعيه والمركبات خارج الغلاف الجوي، وابوه المخرج القدير السيد بدير. يسعد مساك يا برنس، يسعد مساك يوتيوبر لبنى. وقناه ويبقى الاثر مع محمد ولام، قال فيديو جميل جدا، ربنا يعزك، هو الدكتور سعيد السيد بدير. قناه كروشيه ويوميات ام عبده، يوتيوبر ام عبده، قالت الدكتور محمد السيد بدير، هو سعيد السيد بدير، يوتيوبر ام عبده. عالم مصري معاصر، نجل الفنان والمخرج السيد بدير، وعمل في مجال الهندسه والعلوم الفضائيه. قناه بيت ماما، يوتيوبر منال، قالت منور يا برنس، نورك يا ست الكل. الشخصيه هو سعيد السيد بدير، ابن الفنان والمخرج سيد بدير، وهو متخصص في الفضاء والقمر الصناعي والمركبات خارج الغلاف الجوي، ونهايته كانت شنيعه. قناه مطعمي جنه نونو، يوتيوبر مطعمي جنه نونو، قالت تحياتي لك يا برنس، تحياتي ليك يا ست الكل. شخصيه اليوم هو المهندس سعيد السيد بدير، وانه كانت وامه كانت الفنانه شريفه فاضل، ولما استشهد ابنها، تقصد ابنها الكبير، في حرب اكتوبر، غنت ابني حبيبي ونور عيني، وكان بارع في الاتصال بالاقمار الصناعيه والمركبات. عندي قناه نصائح عامه، يوتيوبر نصائح عامه، قالت مساء الخير والسعاده، الحل اليوم هو سعيد السيد بدير تخصص في مجال الاقمار الصناعيه. قناه حنان محمد، يوتيوبر حنان، قالت ربنا يرحمه ويغفر له، ابن الفنان المخرج السيد بدير، وليه ابن استشهد في حرب 73 محمد السيد بدير. برضه ما قلتليش انه سعيد السيد بدير، يوتيوبر حنان، هنعتبره الاجابه صحيحه. عندي بعد كده قناه احمد فضل، يوتيوبر احمد فضل، قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شخصيه اليوم هو المهندس سعيد السيد بدير، والده المخرج السيد بدير، والف سلام عليك يا برنس، ربنا يعزك يوتيوبر احمد. عندي قناه الكلام الجميل، يوتيوبر احمد، قال مساء الخير يا برنس، مساء النور والفل عليك يوتيوبر احمد، الحل هو المهندس سعيد السيد بدير، تحياتي لك يا برنس وتحياتي ليك يوتيوبر احمد. قناه اكلات الاقتصاديه، يوتيوبر ناديه الفاتح، قالت شخصيه اليوم هو المهندس سعيد السيد بدير، ووالده المخرج السيد بدير. عندي قناه رحمه الرحمن، يوتيوبر رحمه الرحمن، قالت هو المهندس سعيد السيد بدير، الف سلام عليك يا برنس، واشرب ميه وبتضحك تدوم ضحكتك يوتيوبر رحمه الرحمن، وربنا يعزك وربنا يبارك فيك على سؤالك. عندي طبعا هنا مش ما جاوبتش الاجابه، ولكن ليه في تعليق ليها لازم اقوله. قناه مطبخ تيتا زيزي، يوتيوبر زيزي، قالت اسفل التاخير، كنت عامله عمليه في عيني، الف سلامه عليكي، واهل البيت الكبير اطمنوا عليكي وبيسالوا عليكي تيتا زيزي. عندي بعد كده قناه ملخصات وبس، قالت قريت قصته في الجرايد زمان، وبنت خالته اللي هي مراته بتحكي قصته،
انا اعتبر اجابتك برضو، انت ما قلتيش اسم العالم، ولكن بدل في بنت خالته بتحكي قصته وقريت في الجرايد، يبقى اكيد نسيتي تكتبي الاسم. مرحب بيكي معانا في البيت الكبير. عندي قناه مروه فتحي بنت عز، يوتيوبر مروه بتقول سؤال حلو جدا: المهم الشخصيه هو سعيد السيد بدير، وهو العالم المصري المتخصص في مجال الاتصال بالاقمار الصناعيه والمركبات الفضائيه. شخصيه عبقريه زي كده لازم تغتال طبعا. الف سلامه عليك، ربنا يعزك ويبارك فيكي. والله شكلك تعبان خالص، ربنا يبارك فيكي يوتيوبر مروه، وان شاء الله فرجه قريب. بس فين ضحكتك؟ كنت مستنيها. يلا بينا نشوف اسماء اللي حلوا الحل صحيح، يلا بينا. وجه ميعادنا دلوقتي مع شخصيتنا النهارده. شخصيتنا عالم مصري. العالم ده اتولد في مصر في يناير 1938 في الزقازيق بمحافظة الشرقية. حصل على بكالوريوس كيمياء تخصص جيولوجيا عام 1958 من جامعة عين شمس، وبعدين نال شهادة الماجستير في الجيولوجيا عام 1961 من معهد المناجم وعلم الفلزات بميسوري، ولاية في أمريكا. من وهو صغير كان عنده فضول غريب، مش بيسأل ليه السماء زرقاء، كان بيسأل الأرض اتكونت ازاي، الجبال دي طلعت منين، وليه في صخور مختلفة عن بعضها، ليه الصخور مش شبه بعض. الأسئلة دي خلت اهتمامه يتجه ناحية علم الأرض والجيولوجيا، علم ناس كتير كانت شايفاه ممل، بس هو شاف فيه مفتاح أسرار الكون. بعد دراسته في مصر قرر إنه ما يقفش عند حدود بلده، سافر بره استكمل دراسته في أكبر الجامعات العلمية في العالم. وهنا النقلة المهمة، هو ما كانش بيدرس الأرض بس، كان بيدرس القمر كمان والكواكب والتضاريس اللي الإنسان عمره ما مشى عليها. وده كان في وقت سباق عالمي شرس، سباق اسمه سباق الفضاء. في الستينات العالم كله كان بيتابع حاجة واحدة: مين هيوصل للقمر الأول؟ أمريكا كانت بتجهز برنامج أبولو، لكن كان عندهم مشكلة خطيرة جدا، مش عارفين أنهي مكان على القمر آمن للهبوط، أنهي أرض صلبة، وأنهي منطقة ممكن تقف عليها المركبة الفضائية اللي هتطلع. وهنا ظهر دور عالمنا العربي. العالم ده اشتغل مع وكالة ناسا، وكان مسؤول عن دراسة سطح القمر وتحليل صوره واختيار أماكن الهبوط الآمنة لرواد الفضاء. يعني ببساطة لو اختياره غلط، رواد الفضاء دول كانوا مش هيرجعوا للأرض تاني. دوره ما وقفش عند اختيار الأماكن وبس، لا، ده كمان درب رواد الفضاء، علمهم ازاي يميزوا الصخور، ازاي يصوروا التضاريس، وازاي يجمعوا عينات علمية صح. يعني وهو على الأرض كان بيوجه اللي فوق القمر، وكان سبب ان المهمات تنجح وترجع بكنوز علمية غير فهم البشرية للقمر. العالم ده حصل على أوسمة كتيرة من ناسا كرمته رسميا، اسمه اتحط في مراجع علمية عالمية، وكان بينظر له على انه احد اهم علماء الجيولوجيا الكوكبية في العالم. ومع ذلك فضل دايما يقول انه عالم مصري عربي، وافتخر بده. بعد نجاحه العالمي، العالم ده حاول يستخدم خبرته علشان يخدم بلده. اشتغل على دراسة الصحاري والبحث عن المياه الجوفية، استخدم صور الأقمار الصناعية لخدمة التنمية، وكان دايما بيأكد العلم مش رفاهية، العلم هو طريق النجاة الحقيقي لأي بلد. دلوقتي بقى خلينا أسألك، مين العالم المصري العربي ده؟ اكتب توقعاتك في التعليقات، وهنشوف الفيديو الجاي إجابتك صح ولا لا. بس قبل ما أختم وقبل ما أنهي، أمانة عليكم، عندنا أسماء علماء عظام جدا عرب في العالم، يا ريت تذكروا شبابكم زي ما حافظين أسماء الفنانين ولاعيبة الكورة والمطربين، عرفوهم من باب المعرفة إن في عالمنا العربي في علماء نفتخر بيهم، علماء طوروا العالم. علموا ولادكم شبابكم.